بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الخير. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، ومتمني للجميع التوفيق وربنا يوفق الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى من حضراتكم إذا كنتم أول مرة تتفرجوا على القناة يسعدني ويشرفني الاشتراك في القناة، وإن شاء الله رب العالمين نبدأ. والحلقة النهاردة يا أحباب ملانة معلومات جميلة وشيقة في تربية الفراخ البيضة، ومعلومات ممكن تكون أول مرة تسمعها، ودي عن خبرة وتجارب سابقة كتير أوي 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 أوي. أتمنى إن هي تكون خالصة لوجه الله، فأتمنى تخليكم معايا لآخر الحلقة إن شاء الله رب العالمين. سعيد بالوقت اللي بقضيه معاكم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. بصوا يا أحباب، النهاردة إن شاء الله رب العالمين المعلومات كتيرة أوي 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 متضاربة معايا، فهبدأ باللي ربنا يفتح عليا بيه إن شاء الله. بصوا يا أحباب، من الأسباب اللي المؤدية لنجاح دورة التسمين عندك في البطاريات أو في الأرضي عامل النظافة يا أحباب. زائد خد بالك حاجة، يعني بصراحة يعني أنا اكتشفتها، لقيتها إن هي مهمة جدا 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 في تربية الفراخ. خدوا بالكم يا أحباب، طول ما كان المكان فيه زحمة، كل ما المكان كان فيه زحمة ومفيش تجديد هواء، كل ما كانت الدورة فاشلة معاك. إنما طول ما المكان فيه براح والفراخ واخدة راحتها في قلب المكان، هتلاقي الفرخ ياكل ونفسه مفتوحة للأكل. إنما طول ما في ضيق في المكان هتلاقي حضرتك طبعا في ضيق، في قلة نفس، في عدم تجديد في الهواء، هتلاقي عدم إقبال الفراخ على الأكل، ودي سبب من الأسباب اللي تخلي الفراخ عندك ما تخش على الأكل. الحر وضيق المكان بتخلي الفرخ يبدأ يبعد عن الأكل وما يبدأش ياكل، فبالتالي مش هيديلك معدل تحويل كويس. إنما طول ما المكان دايما فيه براح في قلب المكان، زائد عامل التهوية جيد، زي ما انتم حضراتكم كده شايفين عامل التهوية الشفاط شغال على طول في المكان في لتهدئة درجة الحرارة، لأن بطبيعة الحال درجة حرارة الطائر بتبقى عالية، بتوصل ب40 درجة حرارة الطائر الطبيعية 40. تخيل انت بقى حضرتك لما المكان بيزيد حرارته، او انت بتحط له الاكل في فترة علو درجات الحرارة العالية، فانت طبعا ما انتش واخد بالك، وبتدمر الفرخ عندك وبتدمر الدورة عندك. فطول ما درجات الحرارة عندك في المكان عالية انت بتدمر الدنيا، فلازم تهوي دايما زي ما انت شايف كده. بفضل الله المكان لازم يبقى متهوي، زائد يبقى فيه براح في قلب البطاريات عندك. يعني في الصيف ماكسيمم في المتر في عرض 60 مثلا 7 بكبيره، 7 فرخات. اكتر من كده يا احباب ما احبس، الا اذا كان عندك درجة تهوية عالية والدنيا كويسة معاك، فالدنيا هتظبط وتمشي معاك كويس. انما يا احباب لاحظت ان كل ما كان فيه زحام في المكان، كل ما كان فيه معدل تحويل اقل، وتلاقي نافق، وهتلاقي الدنيا مش مظبطة معاك. فخدوا بالكم يا احباب اوي 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 من موضوع التهوية وموضوع الوسعة. موضوع التهوية وموضوع الوسعة، زائد العامل الثالث والاهم في الموضوع ده كله عامل النظافة. عامل النظافة بقررها يا احباب دايما على طول، لان عامل النظافة دوت لو انت ما نظفتش، انت ريحة الامونيا عندك في المكان هتعلى، وهتخلي الفراخ يجي لها تنفسي، وهتدخل في مشاكل تانية خالص انت في غنى عنها. لان انا في عمر 18 يوم انا فوجئت بحاجة، يعني سبحان الله، كانت الفراخ كويسة وكان كله تمام التمام وفل الفل. عمر 18 يوم فجأة سمعت صوت طشمة، وعلى طول في لحظة صوت طشمة وكخة وصوت ضفادع في لحظة يا احباب والله. فطبعا دي الميكوبلازما بتيجي للأسف الشديد بتبقى جاية من الكتكوت ومن البيضة احيانا، يعني هي جاية من الام، واخدين بال حضراتكم؟ فاذا كنتش انت تاخد بالك وتراعي المسألة ديت وتنهض على طول. انا على طول يا احباب انا دخلت بحاجة، يعني انا بحب اشتغل بالحاجات البشري، واخدين بال حضراتكم؟ يعني بتجيب نتيجة فورية ونتيجة سريعة جدا، وببقى مبسوط منها بفضل الله يعني.
فالعلاج البشري انا بحبه جميل. انا دخلت اولفنت شراب، انتوا عارفينه طبعا من الصيدليه البشري. اولفنت شراب انا بحط من 3 ل 5 سم اولفنت، ما تبخلش. انا اديت على طول من 3 ل 4 ل 5 سم شراب على اللتر الميه، فلقيت ان ما شاء الله الكخه، ولقيت ان الصوت بدأ يهدى من تاني يوم على طول، واخدين بال حضراتكم. فاديت 12 ساعه اولفنت شراب على اللتر، و12 ساعه التانيين حطيت فيها اوميولنت برضك ده شراب بشري. الاوميولنت هوريه لكم حضراتكم اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ثواني حضراتكم اهو. اوميولنت اهو. اوميولنت شراب بشري، ده برضك بحط منه حضراتكم من 3 ل 5 سم على اللتر. والاولفنت يا احباب انتوا عارفينه طبعا وغني عن التعريف. الاولفنت اهو كمان اهو الاولفنت ده موسع شعب و رافع مناعة جميل ما شاء الله برضك، لانك انت بالتالي طول ما بتوسع الشعب عند الفرخ بيبقى له قابلية للاكل وياكل ويدي لك معدل تحويل كويس. فبدي الاولفنت ده بالليل، واخدين بال حضراتكم، بديه من الساعة 12 للساعة 12 تاني يوم الظهر، وبدي الاوميولنت من 12 ل 12 بالنهار، من 12 الصبح ل 12 بالليل. فبكده يا احباب انا ما شاء الله يعني ايه لاحظت فرق فوري على طول، واخدين بال حضراتكم. وكنت بخش بسقوه، واخدين عارفين يا احباب اللي هو البقدونس اللي هو زي الكزبره والشبت والحاجات دي. بجيب البقدونس يا احباب وبقوم جاي غليه، وبعد ما بغليه بحط برضك معدل نص كوباية مية بقدونس على حوالي يجي 5 لتر مية، او حبيت تحط كوباية ماشي، مفيش ادنى مشكلة خالص. انت ده بيبقى غسيل كلوي. انا احيانا كنت الاقي في الزرق بتاعهم ابيض او عاملين اسهال ابيض جيري كده، ده على طول يا جماعة في العمر ده اعرف ان ده كلى على طول، فخش على طول بغسيل كلوي. خشيت يومين ما شاء الله، يومين 12 ساعة غسيل كلوي بقدونس. وبالليل كنت بدي، عارفين يا جماعة ورق الجوافة ده ما شاء الله تبارك الله، ورق شجر الجوافة. كنت اجيب مثلا قيمة حوالي 10 ورقات، واقوم جاي غليهم في قلب ميه، واخد الميه اقسمها باي كميه يا احباب، باي كميه، بس حاول تبقى مركزه. ما شاء الله بتحطها على الميه برضك بالليل، دي ما شاء الله ما شاء الله مش رافع مناعه وموسع شعب ومهضم وحاجات جميله من الحاجات الطبيعيه ديت ما شاء الله. فبلاقي تغيير بفضل الله. فحاجات من الطبيعه احنا عايشين بيها، احنا مش واخدين بالنا منها، وما شاء الله طيبه وجميله. فانتوا زي ما حضراتكم شايفين انا مربي في غرفه حوالي 4 متر في 3 متر، وعلى قد ما بقدر بكيف الأوضة على الفراخ. كل ما بلاقي المكان ضيق أنا بوسع عليهم، ولقيت إن الوسعة يا أحباب في الوسعة بتلاقي معدل تحويل جيد جدا. زائد أنا بقى كمان لو أنتوا واخدين بال حضراتكم من حاجة، أنا طبعا أنا دلوقتي بفضل الله في العمر 22 يوم، قولوا لي كده ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربنا يتم الدورة علينا بالخير يا رب العالمين. وصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. بصوا يا أحباب أنا شايل العلافات مجوع من عمر 10-12 يوم، واخدين بال حضراتكم والله من عمر 10-12 يوم. في فترة الحر يا أحباب أنا بشيل من الساعة 11 الأكل، بشيل العلافات من الساعة 11 على ما أنظف وأعمل وأجهز كل حاجة وتمام التمام وفل الفل ما شاء الله في البدايات، لغاية ما وصلت دلوقتي بجوع لغاية الساعة 4 و4 ونص بعد العصر، لغاية الساعة 4 يعني. واحيانا ان شاء الله رب العالمين ناوي النهارده اخش على الساعه 5 ان شاء الله رب العالمين، واخدين بال حضراتكم يا احباب. فالتجويع في الفتره دي مهم، لان اساسا درجات الحراره عاليه في المكان، فانا لو اكلت في الفتره ديت انا لا قدر الله ممكن يحصل عندي مشاكل، يحصل عندي نفخ. هو طبيعي درجه حراره الفرخ عاليه، هي عاليه، فلما بديله بروتين انا بعليها اكتر.
يعني والله يا احباب كان بيحصل معايا المشاكل ديت عن تجربه، وكنت ابص اطلع كده لا حول ولا قوه الا بالله، الاقي فراخ ميته، اجي امسكها الاقي جتتها ولعه، واللي بنهضه اخده احطه تحت الميه على طول. جتته بصراحه يعني درجه حراره عاليه جدا 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 جدا. فانا ما ينفعش ان انا ازود درجه حراره الفرخ زياده عن الطبيعي. ففي الفتره دي يا احباب انا ببقى شايل العلف. انا وصلت دلوقتي بالظبط الخمس ساعات وداخل على الست ساعات. في الفتره دي يا احباب الطائر هو يعني جعان بيجوع، لان انا طبعا هو فتره طول الليل قاعد بياكل والحصاله ملانه، فلما بشيل عنده العلف بيبقى هو حصلته ملانه، فبتكفيني الفتره دي الخمس ساعات ولا الست ساعات اللي انا شايل عنه العلف ديت. وخدوا بالكم يا احباب فعلا والله صوموا تصحوا زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال. كذلك في الطير، كذلك في كل حاجه بتلاقي ما شاء الله الفرخ انت بتشوف ما شاء الله بتلاقي فيه اقبال على الاكل. ولو في لا قدر الله في قدامك في فرخ مش مقبل على الاكل، انت بتمسكه وبتشوف ايه السبب، فبتعرف انت في عندك مشاكل ولا ما فيش عندك مشاكل. فبالطريقه ديت انت بتوصل لمعدل تحويل كويس، وبتوصل لدوره ناجحه ان شاء الله رب العالمين. فانا مجوع دلوقتي بقالي النهارده دلوقتي كده من عمر 10 ايام والله لغايه 22 يوم. دلوقتي انا وصلت الخمس ساعات ان شاء الله، وجاري للست ساعات ان شاء الله رب العالمين. وخدوا بالكم بقى يا احباب، نرجع ونقول خدوا بالكم من مساله الزحمه. الزحمه دي يا احباب بتخلي الطائر ما ياكلش عندك، والطائر ما يبقاش مظبوط ولا ياكل ولا يشرب، وممكن يبقى فيه نافق. خدوا بالكم من مسألة الزحمة في المكان، ودايما التهوية الجيدة. زائد انا زي ما انتم عارفين يا احباب انا على قد الامكانيات المتاحة. بصوا حضراتكم انا شغال بالبخاخة ديت بالزيت النعناع، وحاطط عليها بيتادين. واخدين بال حضراتكم؟ شايفين ما شاء الله تبارك الله، حتى النظافة انا منظف كويس جدا زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. انت بتبقى مطمن. انا دلوقتي حالا اهوت حاطط لهم في قلب المية رافع مناعة اللي هو الأوميولنت شراب، حاطط لهم في الفترة ديت الفترة بتاع النهار، حاطط لهم أوميولنت، لأن الفترة دي يا أحباب آخر أيام في الدورة بتبقى مقرفة شوية، فلازم ترفع معدل المناعة في قلب جسم الطائر، وتاخد بالك دايما على طول من صوت الفراخ، وتاخد بالك من الزرق بتاعهم لو في اي حاجة متغيرة او في اي حاجة. فانا على عجالة كده هقول لك شوية حاجات كده جميلة تاخد بالك منها. انت لو لقيت ان الفرخ بيخنفر من اول يوم، خش بأولفنت شراب على طول يا احباب. وان شاء الله رب العالمين يوم أولفنت ويوم ورق جوافة 12 ساعة و12 ساعة. انما اليوم اللي تحس فيه بخنفره او صوت مش مظبوط، خش على طول بالاوميولنت شراب. تخش 12 ساعه اوميولنت، وال 12 ساعه تانيين رافع مناعه اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي هو اوميولنت. الاسماء شبيهه لبعض، اولفنت واوميولنت. واخدين بال حضراتكم؟ وما تنسوش يا احباب اللي هو ورق الجوافه فيه فيتامينات ما شاء الله موسع شعب وطارد بلغم، وفيه فيتامين سي، وما شاء الله تبارك الله حاجه عظيمه جدا جدا في ورق الجوافه. واخدين بال حضراتكم؟ وبعد ما بخلص انا بعد ما خلصت الجرعه الجميله ديت من الادويه، لقيت في فرق بفضل الله. زائد انا عملت ايه بقى؟ جبت محلول معالجه الجفاف بعد اي ادويه احباب بيروق على الفراخ ويظبطها ما شاء الله، ويخلي جوها تمام التمام وفايقه وتمام التمام وفل الفل، بتعوض اي نقص فيتامينات في جسم الطائر افتقدت منه. ما شاء الله بيعوض جفاف، بيعوض حاجات جميله. فعملت محلول معالجه الجفاف كيس على 2 لتر. وزي ما انتم شايفين حضراتكم باركولنا كده وقلنا ربنا يتم علينا بالخير، وتصلى على النبي محمد وتقولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أحباب يعني معلومات والله أنا بقى أعملها، وربنا ربي يوفق الجميع، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. فيا أحباب شوية حاجات بسيطة خدوا بالكم منها في تربية الفراخ البيضة، هتلاقي الدنيا ماشية معاك تمام التمام وفل الفل. أنا طبعا سعيد بالوقت اللي بقضيه معاكم، وطبعا يعني بشكرك على الوقت الطيب اللي قضيتوه معايا
ربنا يسعدكم ويرزقكم التوفيق كله يا رب في حياتكم، ويوفقكم في كل مشروع تعملوه. وأتمنى الخير والسعادة للجميع، وربنا يا رب يعم الخير علينا ويصلح حال الأمة يا رب وجميع الأمم بالتوفيق. كنت سعيد بالوقت اللي قضيته معاكم. كان معاكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.